السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور، دائما مسرورين مسعودين إلى قبر الرسول زائرين. في الفيديو ده هنتعرف على أخبار مهمة عن النادي الأهلي، وأخبار عن أحمد سليمان وكذبه وكذب أيمن يونس، وأخبار تخص النادي الأهلي وكل ما يخص الرياضة المصرية على لسان الدكتور علاء صادق. عليكم ورحمة الله وبركاته. قائمة الأهلي النهاردة لمباراة الاتحاد قائمة 6/6 في إطار قرارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، القرارات اللي لا يمكن لأحد إنه يتوقعها مسبقا مهما بلغ علمه بكرة القدم. النهارده كولر أعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد اللي هتقام النهارده إن شاء الله الساعة 8 مساء في ملعب السلام في القاهرة في المرحلة الثالثة للدوري العام لكرة القدم. أعلنها بطريقة أطباء العيون 6/6، النظر الثاقب، النظر اللي 100 6/6 لأنه اختار 6 مدافعين و6 وسط ملعب و6 هجوم بالتساوي. 6 مدافعين: أكرم توفيق ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة والعائد بعد إصابة وغياب ياسر إبراهيم. و6 في وسط الملعب: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمر السولية وعمر الساعي ومجدي أفشة وإمام عاشور. و6 برضو في الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والجنوب افريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم ومحمود كهربا والناشئ سمير محمد. طبعا مع حراس المرمى الثلاثة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، اللي هيخرج منهم واحد فقط هو حمزة علاء قبل المباراة مباشرة. مارسيل كولر فاجئنا كلنا باستبعاد اللاعب الدولي عمر كمال عبد الواحد بعد أيام قليلة جدا من بدء مباراة مصر وبوتسوانا الأخيرة كباك يمين أساسي لمنتخب مصر. أول مرة عمر كمال عبد الواحد يلعب أساسي مع منتخب مصر في وجود حسام حسن المدير الفني الجديد. كنا ننتظر بعد ما بدأ إنه المباراة أساسي إنه يكون أساسي كمان في تشكيلة الأهلي النهاردة ضد الاتحاد، لكن سبحان الله قرار فني لمارسيل كولر استبعده نهائي من المباراة، رغم أنه كان بيؤدي تدريباته بشكل طبيعي ورغم أنه ما اشتكاش من إصابة جسيمة خلال الأيام الأخيرة. لكن سبحان الله عمر كمال بيغيب عن مباراة الاتحاد السكندري، وهو كان السر في الفوز الضخم للأهلي على الاتحاد السنة اللي فاتت 4-0 بهدف من أجمل وأقوى الأهداف من تسديدة بعيدة المدى. سبحان الله كان نفسنا يكررها النهاردة لكن ملوش نصيب. إنما مع وجود محمود كهربا في القائمة بننتظر أن كهربا يستعيد مستواه العالي جدا وتوفيقه الدائم أمام نادي الاتحاد. خرج من القائمة لأسباب فنية زي عمر كمال عبد الواحد، الثنائي يوسف أيمن قلب الدفاع وكريم ندفد في وسط الملعب. إنما بسبب الإصابات بيغيب محمد هاني إصابة طويلة، وبيغيب أشرف داري المغربي غياب طويل، وبيغيب وسام أبو علي اللي أصيب في تدريبات فريقه منتخب فلسطين. الاتحاد السكندري بتشكيلته الكاملة لا ينقصه إلا محمود متولي قلب دفاع النادي الأهلي السابق، ولكن بيعوضوا وجود محمد المغربي قلب دفاع الأهلي السابق في تشكيلة الاتحاد. مباريات الأهلي والاتحاد دايما صعبة. مباريات الأهلي عموما في الدوري المحلي صعبة جدا، لأن الفرق بتشوف أن مواجهة الأهلي هي البطولة في حد ذاتها. إنما النهاردة بتواجه الاتحاد اللي فاز في مباراتين الأولى والثانية في الدوري وعنده 6 نقط، بتواجه الاتحاد اللي شبكته نظيفة جدا بدون أي هدف في مرمى، بتواجه الاتحاد اللي رئيسه محمد مصلحي رصد مكافآت وحوافز ضخمة للفريق، واللي دايما وراه جمهور كبير قوي 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 من اسكندرية. لجنة الحكام الجديدة ياسر عبد الرؤوف اختارت الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي والاتحاد. محمد معروف الحقيقة تاريخه مع الأهلي كان من أصعب ما يكون. تاريخه مع الأهلي شهد فوز الاتحاد على الأهلي في القاهرة 4-3،
يوميها احتسب ضربة جزاء للاتحاد وتجاوز عن ضربتين جزاء للنادي الأهلي. إنما محمد معروف بقاله سنة أفضل كتير من محمد معروف في السنين اللي قبل كده. طبعا غلط في السنة دي وكان مسؤول عن بعض الأخطاء الحقيقة اللي يتحملها مسؤوليته كاملة، إنما يبقى دائما أحسن من السنوات اللي سبقت. بيساعدوا النهاردة 2 مساعدين دوليين، هاني عبد الفتاح وسامي هلهل، بيساعدوا على الفيديو وائل فرحان ومحمود أبو الرجال. بنتمنى لهم التوفيق وبننتظر منهم العدالة، فقط العدالة، فقط العدالة. الأهلي لا يريد في مبارياته إلا العدالة، فقط العدالة. بالمناسبة بعد تعيينه فوجئنا برئيس لجنة الحكام السابق الموتوسيكل محمد فاروق طالع على الهوا يشوه محمد معروف ويشوه معاه أحمد الغندور، ويقول إن هو خد قرار بإيقافهم وترحيلهم من الإمارات خلال كأس السوبر المصرية لأنهم طلعوا على الهوا واتكلموا على الهوا، وده ممنوع ضد قرارات الحكام. لكن سبحان الله رد عليه إبراهيم نور الدين اللي كان عضو اللجنة، قال له إن هو اللي أعطاهم التصريح عشان يتكلموا، وإن هو أعطاهم التصريح بصفته عضو لجنة حكام ونائب رئيس لجنة الحكام، وإن هو استأذن محمد فاروق قبلها، ومحمد فاروق بينكر الكلام ده. لكن سبحان الله ادي الحكام في مصر، ده بيكذب وده بينكر، وهنفضل في الحال الاسود ده معاهم كتير. النهارده بيراميدز بيلعب في ملعبه في الدفاع الجوي مع البنك الاهلي. هيدير المباراه حكم الدرجه الاولى محمود بسيوني، ومعاه على الفيديو حكم الدرجه الاولى محمد الصباح. بيغيب عن بيراميدز ابراهيم عادل مهاجمه الدولي، وبيرجع له اللاعب المغربي وليد الكرتي اللي كان مصاب وكان عامل جراحه كبيره قبل انطلاق الدوري. في ملعب حرس الحدود في نفس التوقيت الساعة 5 فاركو بيلعب مع إنبي في الدوري. يدير المباراة حكم الدرجة الأولى محمد العتباني، ومعاه حكم فيديو محمد علاء هاشم. اللي سمع واستمتع بحوار نجم الأهلي أكرم توفيق امبارح في البودكاست، عفوية الحقيقة محترمة جدا وصدق مع نفسه ومع الآخرين. كلام الجميل اللي قاله على محمد أبو تريكة، كلام اللي أجمل اللي قاله على علي معلول الكابتن أو الأسطورة، والكلام اللي أجمل وأجمل وأجمل وقاله على حمدي فتحي، وقد إيه هو بكى يوم رحيله عن النادي الأهلي وسفره للعب في الوكرة القطري. اتكلم كويس قوي عن زملائه وعن مدربيه، واضح إنه متربي كويس وواضح إن هو ابن ناس. في الأهلي غضب كبير جدا 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 من انسحاب نادي إنبي أمامه في مباراة الدوري العام للسيدات أمس في ملعب إنبي، بعد غياب سيارة الإسعاف وتلاعب إدارة إنبي في عدم استخدام سيارة إسعاف عشان يهرب من هزيمة إلى 7 8 9 10 أمام الأهلي في الدوري، بعد ما الأهلي اكتسح الاتحاد السكندري 8-0 في 38 دقيقة والاتحاد انسحب، وبعد ما فاز آخر مباراة في الدوري 11-0 أيضا. الانسحاب الحقيقة مؤذي للنادي الأهلي، رغم أن الأهلي هيعتبر كسبان 2-0، لكن الانسحاب مؤذي جدا للنادي الأهلي، لأن بطولة الدوري في حالة تساوي فريقين في النقاط هتعتمد بفارق الأهداف، وإن الأهلي يعتبر فائز على إنبي 2-0 فقط في مباراة ممكن تنتهي 10، ده ضرر كبير جدا جدا وظلم كبير جدا للنادي الأهلي. ضمن احتفالاتنا بالنادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وفخرنا واعتزازنا بنجوم النادي الأهلي، تابعت تغريدة النهاردة للأخت الفاضلة تالين حمدين من كندا، قالت إن محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة ضمن قائمة الأساطير في الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء. خدت التغريدة بتاعتها ورحت داخل على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم عشان أتابع. فرحت قوي قوي قوي، وازداد فخري بوجود أبو تريكة والخطيب، أو الخطيب وأبو تريكة. الخطيب هو الأقدم من أبو تريكة. استمتعت بوجود الخطيب وأبو تريكة فقط من مصر، 2 فقط من مصر، هما الخطيب وأبو تريكة نجم الأهلي في آخر 40-50 سنة ما شاء الله. معاهم رابح ماجر
ومعاهم ماجد عبد الله، 2 عربيين، واحد من الجزائر واحد من السعوديه. معاهم من افريقيا كمان جورجويا وروجيب ميلا ولوكاس راديبي جنوب افريقيا، وكانوا النيجيري. ما شاء الله قائمه، انما القائمه فيها مين بقى؟ فيها البرازيلي بيليه وجارينشا ورونالدو البرازيلي، فيها ما شاء الله بوشكاش، فيها دي ستيفانو، فيها كرويف وفان باستن، فيها زيدان وبلاتيني، فيها عظماء من اكبر من لعبوا كرة قدم في العالم، فيها باجيو وزوف من ايطاليا، فيها ياشين الروسي، فيها ستانلي ماتيوز وبوبي تشارلتون. القائمة تشمل فقط المعتزلين، من يلعب كرة حاليا غير موجود في تلك القائمة، زي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مش في القائمة دي لأنهم لسه بيلعبوا كرة ولسه ما اعتزلوش. كل يوم بقينا مطالبين ان احنا ننزعج، كأن الأسعار مش كفاية على المصريين وضيق العيش مش كفاية على المصريين. لأ، عاملين لهم أزمة جديدة اسمها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك. كل يوم يفاجئنا بكلام في قمة الإزعاج، في قمة السوء الحقيقة. أحمد سليمان كل ما يتكلم مشكلة، وكل ما يتكلم يعمل مشكلة. يبدو أنه مش مؤهل على الإطلاق أنه يتكلم. أحمد سليمان اشتكى امبارح أن لاعبي النادي الأهلي دخلوا معسكر منتخب مصر الأخير بعد لاعبي نادي الزمالك بيوم واحد. طب إيه المشكلة اللي عند النادي الأهلي؟ لاعبو النادي الأهلي دخلوا معسكر منتخب مصر في اليوم المقرر لبدء الأجندة الدولية، ناس محترمة واحترمت النظام. مش مشكلتي يا أحمد يا سليمان إن أنت تروح محطة القطار قبل القطار ب10 ساعات، وانا اروح قبل القطار بدقيقتين واحنا الاتنين نركب القطار. مش مشكلتي ان انت جاهل بميعاد القطار وجاهل بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مش مشكلتي. ما تلومنيش ان انا رايح قبل القطر بيومين بساعتين بدقيقتين، وما تلومنيش ان انا رايح معسكر منتخب مصر في ميعاده. انا بس الفارق بيني وبينك ان انا عارف موعد القطر وعارف لائحة كرة القدم. كمان أحمد سليمان قال إن الجهاز الفني لمنتخب مصر حسام حسن وإبراهيم حسن بيعامل لاعبي النادي الزمالك معاملة وحشة، مع إن في 3 في منتخب مصر من أولاد نادي الزمالك، وحسام حسن وإبراهيم حسن اعتزلوا في الزمالك بعد الأهلي. سبحان الله، أنا فرحان في الكلام اللي بيتقال ضد حسام وإبراهيم من الزملكاوية، لأن ياما قلت من أعان ظالما ذل على يديه، وحسام وابراهيم من ساعه ما مسكوا المنتخب وهم بيطبطبوا على الزمالك. انما في اطار الكذب اليومي من احمد سليمان بيقول لك الزمالك متصدر الدوري. طب هات اي جدول موجود في اي حتى في قناه الزمالك وطلع لي كده الزمالك متصدر الدوري. الزمالك اذا كان قد الاهلي في النقط فالاهلي متفوق بفارق الاهداف وبوضوح شديد جدا جدا جدا، رغم ان الزمالك كسب ماتشين ضد البنك الاهلي وضد سموحه بقرارات تحكيميه فاجره كلنا شفناها وكلنا عارفينها. الحمد لله الحمد لله ان الاهلي ما عندوش اي مشكله مع التحكيم، والزمالك كل ما كسبه بالتحكيم. في الاخر احمد غلبان او احمد سليمان بيقول لك الزمالك كان قريب قوي من الفوز بكأس السوبر المصرية على الاهلي لولا ضربة الجزاء. الله، طب الزمالك يا غلبان كسب السوبر الافريقية برضو بضربات الجزاء، يعني دي زي دي. انما انت هتعتبر فوز الزمالك على الاهلي في السوبر الافريقية انجاز عظيم واداء عظيم وبطولة عظيمة وتفوق ساحق للزمالك، ولما الزمالك يخسر بنفس الطريقة تقول بضربة جزاء. بس هم دول الزملكاويه. امبارح بالمناسبه اللي وز الولد الزملكاوي المتعصب سكوندو يعمل فيديو ضد احمد سيد زيزو ويهدده بالقتل برصاصه، لما لقى الراي العام المصري غضبان غضب شديد، ازاي سكوندو بعد التهديد ده ما يدخلش السجن، ازاي ما تعاقبش، ازاي راح مخليه يعمل فيديو امبارح يعتذر لزيزو ويقول ان هو ما كانش قصده وان هو ما بيعملش مش هيعمل كده وان هو بس بيقول كده من حبه للزمالك وبيبرر فيديو التهديد ليه. فعلا الفيديو التاني عرفنا كويس قوي ان الفيديو الاولاني ما كانش خالص لوجه الله، وان الفيديو الاولاني كان معمول بتعليمات علشان يخوف زيزو ويخليه يوقع للزمالك.
انما كل اللي بيجي لنا من الزمالك غريب قوي. ايمن يونس لاعب الزمالك السابق المحلل الحالي في قناه اون تايم سبورت كتب وقال ان نادي الزمالك اخطأ بالموافقه على لائحه نادي القرن، وان الحديث الان عن لائحه نادي القرن حديث غير مفيد على الاطلاق. عايز اقول لايمن يونس ان الجهل بقى سمه طبيعيه في نادي الزمالك. اساسا لم تعرض على نادي الزمالك لائحه نادي القرن عشان يوافق او ما يوافقش. لم تعرض على اي نادي افريقي عشان يوافق او ما يوافقش. الاتحاد الافريقي لما عمل اللائحه ما سالش اي نادي عن اللائحه، كله في ثانيه يقول حاضر حاضر حاضر. اللائحه لا اتعرضت على الاهلي وعلى غير الاهلي. اللائحه لما اتعملت في ديسمبر 93 ونشرت في اول يناير 94 كان الزمالك سعيد بيها جدا والاهلي كان غاضب. اللائحه ما كانتش عاجبه الاهلي. اللائحه ما اعتمدتش على عدد البطولات اللي فاز بيها كل نادي، وكان الاهلي كسبان 6 والزمالك 3. اللائحه اتعملت بالنقط، وده كان يخدم الزمالك اكتر من الاهلي، وكان يخدم كوتوكو اكتر من الاهلي والزمالك. ولكن الاهلي ما كانش عنده حريه انه يوافق او يرفض. لكن الاهلي ما اعترضش لا ساعتها ولا بعديها. اخر حاجه عايز اقولها لايمن يونس، انت ما تعرفش ايه اللائحه. انت بتتكلم وانت اساسا ما تعرفش ايه اللائحه. اللائحه اللي اتعملت حاجه داخليه في الكاف، حاجه ما هياش بطوله رسميه، ما هياش بطوله رسميه يتعمل لها لائحه خاصه، لا، دي لائحه فانتازيه واللقب فانتازيه، وهذا اللقب لا يفيد النادي الاهلي الا فانتازيه فقط. ما يدلوش حق انه يلعب بطوله مش بتاعته او يسافر سفريه مش بتاعته او ياخد كاس مش بتاعه، بالعكس. لكن للاسف انتوا هتفضلوا طول عمركم كده عايشين على الشكوى، عايشين على المظلوميه، عايشين على اتهام الاخرين، وده اللي مخلي نادي الزمالك دائما نمره 2 لغايه ما نادي بيراميدز خد منه حتى نمره 2 وسابوا دلوقتي بقى نمره 3 في الدوري، نمره 3 وفي دوري الابطال نمره 3. وسبحان الله بسبب شكواهم واعتمادهم في حياتهم كلها على المظلوميه. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.